الأهلي يواجه بيراميدز رسميا في كأس السوبر المصري بعد أن اعتذر نادي الزمالك رسميا عن المشاركة، واتحاد الكورة بعت له رسالة بيقول له ال60 دقيقة خلصوا، قال له احنا محجزين نص كمان. كان منتهى العبث يعني والسفاهة بصراحة في موضوع تافه جدا. الأهلي لعيب عنده تعاقد فقام جاي مقدم تظلم وقال لك اللجنه بتاعتك دي يا باشا انت عينتها وهي المفروض بتيجي بالانتخابات، فعمل طعن. فالاهلي مشى قانوني وضحك على الكل وخلص المعركه قانونيه لنفسه. فالمستشار عادل الشربجي عشان راجل قانوني وفاهم قام جاي معلق قرار لجنه الانضباط، علقه خالص ما وقفش مش استئناف، هو علق القرار لغايه بعد السوبر. انت كزمالك كان المفروض تلعب، خلاص انت مش هتلعب، اديك محروم من البطوله سنتين، مش هتروح الامارات تاني لان شعب الامارات اللي كان مستنيك يعني ابتدى ينبذ فيك. ويا جماعه بصراحه خليتوا شكلنا وحش، خليتوا شكلنا وحش بسبب عيل تافه من حواري اوروبا اسمه ميدو الزباله دوت، هو السبب في الحوار ده كله.